أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن وجع عصري بيقتحم بيوتنا وقلوبنا كل يوم. وجع السين، إنك تبعت رسالة مهمة أو سؤال محتاج رد أو حتى كلمة ود وتلاقي الطرف التاني قراها وسكت. ليه الصمت ده بيحسسنا بالإهانة؟ وليه بنحس إن قيمتنا بتقل مع كل دقيقة بتعدي من غير رد؟ النهاردة هنفهم سيكولوجية الصمت الرقمي وإزاي تتعاملي مع التجاهل ده بمنتهى الرقي وعزة النفس من غير ما تفقدي ثباتك الانفعالي. أول حاجة، فخ الانتظار وتأثيره على النفس. الانتظار هو أصعب اختيار للثبات. لما بنبعت رسالة عقلنا بيبني توقعات لرد الفعل، ولما بنشوف إن الرسالة وصلت واتقرت ومحدش رد علينا، العقل بيبدأ يعمل سيناريوهات سلبية. هو أنا تقيل عليهم؟ أنا غلطت في إيه؟ يا ريتني ما بعت. هو أنا قيمتي عندهم قليلة كده؟ بتبتدي تقول كلام كتير جدا. الانتظار ده بيسحب من رصيد ثقتك بنفسك وبيخلي مودك مربوط بشاشة وتفضل كل شوية تبص على الموبايل. الحقيقة إن قيمتك ثابتة قبل الرسالة وبعدها، والصمت ده هو فعل يخص الطرف التاني مش تقييم لشخصك انت. طيب، علشان نكون منصفين لازم نفهم إن الصمت الرقمي ده مش دايما تجاهل مقصود. في ناس بتغرق في ضغوط يومها، أو بتقرأ الرسالة وهي سايقة أو في اجتماع وتنسى ترد، أو حتى طاقتها النفسية مش سامحة بالكلام. الذكاء هنا بقى إننا ما نديش للموقف أكتر من حجمه في الأول. لازم تحطوا 70 عذر قبل ما تبتدوا تحسوا إن الموضوع مقصود. ده مش ضعف، ده سلام نفسي ليك أنت قبل أي حد. على الجانب التاني، في ناس بتستخدم السين كنوع من السيطرة النفسية أو العقاب الصامت. بيقرأ وما يردش علشان يحسسك بالاحتياج أو عشان يثبت لنفسه إنه مطلوب. لما تكتشف إن ده أسلوب، الحل مش في العتاب ولا الملاحقة. الحل هو الانسحاب الهادي. الشخص اللي بيستمتع بحيرتك ما يستحقش وقتك ولا مجهودك. طيب، هنتكلم دلوقتي عن قاعدة الكرامة الرقمية. أكبر غلطة ممكن تقع فيها هي الملاحقة. إنك تبعت علامات استفهام أو أنت فين أو ليه مش بترد. في علم النفس، الملاحقة دي بتخلي الطرف التاني يهرب أكتر أو يشوفك مدلوق عليه. كرامتك الرقمية بتقول رسالة واحدة تكفي. لو الرد ما جاش، الصمت هنا هو رد بحد ذاته، ولازم تحترميه وتنسحبي بوقار. طيب، في فن بقى لازم نتعلمه، وهو تجميد المحادثة نفسيا. ازاي تعبر الجسر ده من غير وجع؟ بإنك تجمد الموضوع في عقلك. انشغل بحياتك الحقيقية. ابعد التليفون عن ايدك وبطل تدخل تشوف آخر ظهور. لما بتخرج نفسك من دايرة المراقبة، بتبدأ تسترد هدوءك النفسي وبتحسس الطرف التاني إن غيابه ما أثرش على سير يومك. طب إمتى ممكن نعاتب؟ طيب، لو اتكلمنا عن العتاب، لازم نعرف إمتى يكون العتاب رقي وإمتى يكون ضعف. العتاب المسموح بيه في حالة واحدة، لو الشخص ده غالي جدا وموقفه ده مش من عوايده، وبشرط يكون العتاب مرة واحدة وبمنتهى الرقي. قول: بعتلك رسالة وما جاش رد، قلقت عليك، عسى المانع خير. لو استمر الصمت بعد كده، يبقى العتاب خلص والانسحاب هو الحل الوحيد اللي يحفظ هيبتك. ونيجي بقى لنقطة الاستغناء الرقمي. الاستغناء مش معناه إنك تقطع علاقتك بالناس، لكن معناه إن سعادتك مش مربوطة بتنبيه على شاشتك. الشخص اللي عنده حياة فيها اهتمامات وأهداف ما بيفرقش معاه مين رد ومين سكت، لأن الوقت أغلى من إنك تضيعه في تحليل صمت حد. كلمة بقى لكل حد بيسمعنا وهوايته لسين: الكلمة الطيبة جبر خاطر، والرد البسيط مش هياخد من وقتك ثواني، بس هيريح قلب اللي قدامك. بلاش تستهينوا بمشاعر الناس، وبلاش تحسسوا حد بقيمته القليلة عندكم بدم بارد، لأن القلوب اللي بتمشي من كتر التجاهل ما بترجعش تاني. في النهاية، الشاشة دي وسيلة للتواصل، مش وسيلة لكسر النفوس. كرامتك فوق كل شات، وقيمتك محفوظة بوجودهم أو بغيابهم. قولولي في التعليقات، إيه أكتر موقف صمت رقمي وجعك؟
وإزاي قدرت تتجوزه بكرامة. أنا سيلا، وده بيتك التاني. نورتوني. شكراً.